خفيفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وفي احسن حال. الحقيقة النهاردة معانا خبر عن الفنانة دنيا سمير غانم. كلنا طبعا عارفين ان هي عندها بنت واحدة، طفلة صغيرة اسمها كايلا. كايلا بنت دنيا سمير غانم وبنت رامي رضوان، اللي هو طبعا انتوا عارفين هو المذيع. للأسف دنيا كانت بتعمل مسرحية و اسمها أنستونا، وفي العرض كانت بنتها معاها في المسرحية. المهم ان البنت ظهرت لأول مرة ف للناس، يعني احنا محدش كان شافها او محدش كان بيشوفها قبل كده. الغريب في الموضوع بقى يا جماعة ان في ناس لسه فيها خير برضه، يعني لسه في ناس في خير جواها، وفي حب، وفي احترام وأدب في التعبير عن رأيك. لسه في ناس موجودة في مجتمعنا كده. عملوا ايه الناس دول الكويسين دول؟ في الكومنتات اشادوا بالمسرحيه وباركوا لها على المسرحيه، وكمان مدحوا في البنت وان بنتها كويسه وجميله وما شاء الله عليها وكده. طبعا نسكت بقى الناس التانية اللي هو الجانب الآخر بقى من الناس؟ لا، ازاي؟ لازم يبقى في الموضوع تنمر، يعني لازم يبقى في تنمر في حياتنا على أي حاجة بتحصل. احنا بقينا ناس أو شعب متنمر، شعب تافه، شعب بيسيب المضمون ويمسك في التفاهات والهيافات للأسف. يعني ايه بقى؟ سابوا العمل نفسه كمسرحية أو كقصة أو كأداء، وما شكروش في المسرحيه وفي الاداء ده وانتقدوها. لا لا لا، كلهم سابوا دي وبصوا للبنت ومسكوا الطفله الصغيره البريئه اللي ما تعرفش اي حاجه خالص في الدنيا، يعني وقعدوا يتنمروا عليها. ايه اللي يقول دي شكلها وحش، واللي يقول هي عامله كده ليه، مش شبه مامتها خالص، لا او طلعت شبه باباها ويا ريتها طلعت مش عارفه ايه، واللي يقول هي عامله ليه كده، اعوذ بالله من شكلها. طبعا يا جماعة كلام بقى كتير جارح، يعني كلام جارح كتير. طبعا هي دنيا وإيمي ردوا عليهم، ولكن ردود محترمة، وده دليل على احترامهم وعلى البيت اللي هم طالعين منه فعلا. يعني ما شتموش الجمهور، وما شتموش الناس في التعليقات، ولكن ردوا ردود باحترام وبأدب، فيما معناها ان دي طفلة وبلاش تنمر، وان ديننا حتى بيأمرناش بكده. فبجد يا جماعة الواحد والله العظيم مش عارف يوصف الناس والسواد اللي جواها ده ايه. يا ستي دي طفلة، يعني انت بتتنمروا على ايه؟ على طفلة، على خلقة ربنا كمان. طب دي طفلة تطلع لكم مثلا بميك اب كامل علشان تقولوا دي جميلة؟ تطلع لكم لابسة مثلا ايه علشان تقولوا دي طفلة جميلة وحلوة؟ هي حتى الأطفال في حاجة اسمها شكلها حلو وشكلها وحش. حتى خلقة ربنا بقينا نعايب ونتنمر عليها ونقول دي شكلها وحش قوي. يعني يا جماعة انت مش بتعيب في الخالق، في المخلوق، انت كده بتعيب والعياذ بالله في الخالق. يعني انت لما تعايب على شكل حد، عينيه، مناخيره، وشه، اسود ابيض، يا جماعه لما تعيبوا على حد او تتنمروا على شكل حد، انتوا مش بتتنمروا على البني ادم اللي قدامكم، المخلوق ده. انتوا حاشا الله واستغفر الله العظيم يا رب، انتوا كده بتسخروا من الخالق والعياذ بالله. يعني هو خلق نفسه؟ يعني انا حلو وحش وانا خلقت نفسي؟ هو انا اللي خليت ملامحي وبشرتي كده، ولا ربنا اللي خلقني؟ هو احنا ليه بقينا يا جماعة نسيب الحاجات المهمة في حياتنا؟ يعني خلاص خلصت مشاكلنا وخلصت بقى حياتنا من المشاكل ومن الأزمات، وسيبنا بقى كل حاجة ونمسك في بنت دنيا سمير غانم، ونمسك في شكل بنت دنيا سمير غانم، الطفلة البريئة الصغيرة، حلوة ولا وحشة؟ واندرتها وخلتها ما تبقاش باينه للناس، يقولوا انت خايفه عليها من الحسد، وانتوا خايفين عليها من ايه؟ يعني لا كده بيعجب ولا كده بيعجب. والناس بقت قاعده تافهه وفاضيه قوي قوي للتفاهات. يعني اتكلموا طيب في حاجه مفيده يا جماعه، اتناقشوا في حاجه مفيده. يعني مش عاجبك ما تعلقيش، يعني اللي عاجبه حاجه يعني فلتقل خيرا او لتصمت. مش عاجبك اللي قدامك ما تذميش، يعني لو مش هتمدح ما تذمش، لكن ما تقولش كلام جارح وتجرح اللي قدامك سواء كان لكبير او لصغير. رايك احتفظ بيه لنفسك. وانا ضد حكايه بقى ان دي الصراحه مش عارفه ايه. لا الصراحه دي مش صراحه، دي وقاحه، انا ده اللي بعتبره. دي عمرها ما كانت صراحه، دي اسمها وقاحه. لما تعيبي او
تتنمري على شكلي او على لبسي او على طولي او على قصري او على تخني او على رفعي او على الكلام من ده، انت كده بتسخري مني. مش مسألة انك صريحة معايا، لا، دي وقاحة. دي اسمها وقاحة، مش صراحة خالص. يقولك اصلا انا انسان صريح. لا يا جماعة، هي مش مسألة صراحة خالص يعني، دي اسمها وقاحة. على الصعيد بقى التاني طبعا من الاخبار، طبعا كلنا عارفين هو طبعا ده الفترة الجاية هو هيبقى عايز يبقى هو الترند دايما، وانتوا عارفين ان هو بيلجأ دايما للترند، اللي هو مين؟ طبعا محمد رمضان. كلنا عارفين ان هو طالع في مسلسل السنه دي اسمه العمده. ماشي، المسلسل طبعا من اخراج محمد سامي المخرج. فطبعا كان فيه ممثلين، للاسف يعني هو محمد رمضان خلاص الساحه ما تسعش ليه هو، او مش عايزاه من الاخر. يعني الناس ابتدت تتضايق منه من بعض المواقف، او يعني المواقف السابقه ليه الفتره اللي فاتت، ومن ساعه قضيه الطيار، الله يرحمه. لكن هو كان كويس، هو بس ممكن تكون حتة الغرور او التصريحات الهبلة اللي بيقعد يصرح بيها دي، اللي فيها كلها غرور ونمبر وان ونمبر مش عارف ايه. هي دي اللي ممكن تكون ضايقت الناس منه، او حست ان هو يعني الناس مش لاقية تاكل، والناس ظروفها زفت، والغلا خلاص طحن الناس. وهو ممكن يطلع بصابونة دهب، يطلع بالطيارة الخاصة، يطلع مش عارفة ايه، يطلع بايه، يرمي الفلوس في البسين. الحاجات دي كلها يا جماعة كانت بتستفز الناس. المهم طبعا واضح ان المسلسل برضو هو عايز يعمل له بروباجندا كده. فالله اعلم يعني المسلسل السنه دي ما نعرفش بقى هيبقى مصيره ايه، لان في نجوم كانوا فيه ولكنهم اعتذروا او انسحبوا من المسلسل، زي طارق الدسوقي. طبعا انسحب، طبعا كلنا فاكرين طارق الدسوقي ده فنان كبير ومحترم جدا. فلكن بعد بداية العمل ما ابتدى فعلا وابتدوا التمثيل والشغل، ابتدى فعلا ينسحب من العمل من المسلسل واعتذر. طبعا قال لك لا، مش هو ده اللي انا كنت متوقعه او اللي انا شايفه من رمضان. يعني هو زي ما تقولوا لقي اسلوب او لقي تعالي، والله اعلم، هو ما صرحش كتير في البرنامج. لكن الخبر الاكيد انه انسحب. ومش هو بس، ده كمان الممثل ده اللي هو اسمه تامر عبد المنعم تقريبا، هو ده كان بيشتم في محمد رمضان في فترة، وبعد كده ابتدى يعرف انه هيروح له في مسلسل او هيبقى مع رمضان في مسلسل، فابتدى يطبل له شوية. انتوا عارفين بقى ايه، المصالح بتتصالح يعني. ولكن بمجرد ما ابتدى عمل معاه، اكيد لقي الوضع غير الوضع خالص، فاعتذر وقال لهم انا مسافر وعندي عمل بره، وخلاص على كده. فطبعا المسلسل ما نعرفش ايه اخباره، ولكن ما يهمناش اصلا نعرف. احنا الناس مش ناقصة، والناس بجد جابت اخرها يا جماعة والله. وما بقيناش لينا نفس لا مسلسلات ولا لأي حاجة خالص. وحتى الأعمال الفنية بقى معظمها هابط، ومعظمها في عري. وده شهر كريم المفروض ان احنا بنستناه من السنة للسنة. فالواحد مش ناقص رفع ضغط، يعني واحد مش ناقص ضغطنا يرفع، كفاية اللي احنا فيه. مش هنقعد نشوف حاجات تانية ترفع لنا ضغط اكتر يعني. في الشهر كريم المفروض ان احنا بنستناه من السنة للسنة، شهر العبادة اصلا. الناس فعلا تعبانة، والناس دماغها لفت. الدولار بيرفع، والاسعار بتتزايد، مش كل يوم، ده كل ساعة. مش بقى ما مسألة رز لا، ده بقت رز وفراخ وكله كل حاجة بقت اسعارها بترفع جامد. والناس بجد مش عارفة تسد على ايه. وللأسف في مطالبات كتير بإقالة الحكومة يا جماعة، لأن المفروض احنا حتى لو بتقولوا ان دي أزمة عالمية، فالمفروض برضو تديروا الأزمة. احنا ما بنقول لكمش اقضوا على الأزمة ولا ما يبقاش عندنا أزمة، لا. احنا مش احنا فعلا زي بقية الدول، والمفروض ان احنا أقل من دول كتير، وأحسن من دول تانية في أمور. ولكن المفروض يبقى فيه حكومة تعرف تدير الموضوع. يا جماعة احنا عايزين حكومة تدير الأزمة، مش تزود الأزمة. بمعنى أبسط من البساطة، حضرتك انزل اعمل رقابة على التجار اللي تعبتنا وجابت اخرنا من الاسعار. اعمل رقابة وضبطيات للتجار الكبار اللي بيحتكروا البضاعة في السوق، واللي بيرفعوا سعرها زيادة عن اللازم يا جماعة. حتى لو يبقى فيه زيادة في الاسعار، لكن ما يبقاش بالجنون اللي احنا شايفينه. الناس تعبانة والناس جابت اخرها، واحنا مش عارفين احنا رايحة بينا البلد على فين. فيا حكومة، او الحكومة واجب عليها تشوف الرقابة، وتحط رقابة على الأسعار وعلى التجار، وتشن حملات
ضد الناس دي يا جماعة. ما تسيبوش وتسيبونا كلنا كشعب للتجار وتحت رحمة التاجر الكبير اللي بيحتكر السوق، وبيحتكر السوق في البضاعة، وبيداروا البضاعة ويجوا يطلعوها بأسعار غالية. اعملوا يعني اعملوا ايه، اعملوا كده يا جماعة حد للموضوع، لأن فعلا فعلا احنا تعبنا والناس تعبت. الحمد لله احنا إذا كان عندنا مرتبات اهو ماشية، ولكن في ناس كتيرة لا عندها دخل ولا عندها مرتبات ولا عندها أي حاجة، وكان الله في عون كل الناس. وفي نهاية الفيديو أحب أقول يا رب اللي جاي أحسن، ويا رب تكون سنة سعيدة علينا السنة دي بإذن الله، سنة 23، ويكون الخير قادم. نتمنى الأسعار تنزل عن كده وتثبت لو سمحتوا. كفاية الناس تعبت، لا بقت 100 مكفية ولا بقت 1000 مكفية ولا بقت 5000 مكفية، والبيوت تعبت. في نهاية الفيديو حابة أسمع رأيكم، ويا ريت يا ريت يا ريت تشرفونا بالتعليق جميل. وإن شاء الله بإذن الله لو عجبكم في الفيديو لايك، وممكن لو سمحتوا اشتراك بإذن الله وشير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.